الدوره الرباعيه ما بين الزمالك والهلال وسان بيترسبرج الروسي وشختار الاوكراني، الشركه هتتحمل تكاليف اقامه نادي الزمالك وتكاليف السفر وكل حاجه من يوم 14 اللي جاي. فالزمالك لو عايز يسافر يوم 9 هو اللي هيتحمل تكاليف السفر او تكاليف الاقامه الاربع 5 ايام دول هناك، ودول حوالي 250,000 جنيه. فنادي الزمالك الاستاذ ممدوح عباس ومجلس الاداره لقوا ان الزمالك كده هيدفع من جيبه عشان يسافر الامارات يلعب مع الشباب الاماراتي وديبا الفجيره، ويسافر بدري عن الدوره الوديه اللي هتبدا يوم 16 ومفروض الزمالك يسافر 14. فالزمالك كده هيسافر 9، الزمالك اللي هيتحمل تكاليف السفر او تكاليف الاقامه هناك في الامارات. فتم رفض الماتشين بتوع ديبا الفجيره والشباب اللي مستر فيرا كان اتفق عليهم، وطلع المشكله بقى مش في كده، مفيش مشكله، الزمالك ما فيهوش فلوس، مش عايز يتحمل تكاليف سفر، مش عايز يتحمل تكاليف اقامه، مفيش مشكله في الكلام ده. فاللي زعل بقى مستر فيرا والمشكله اللي انا هتكلم فيها دلوقتي ان نادي الزمالك او المسؤولين في نادي الزمالك طلعوا على الاعلام وكذبوا المدير الفني بتاعهم. يعني طلعوا على الاعلام نزلوا بيان رسمي نادي الزمالك ان مستر فيرا اتفق على حاجه احنا ما اتفقناش عليه، احنا مالناش دعوه، هو يتفق براحته لكن احنا مش هنسافر، واللي هو بيقوله ده احنا ما نعرفش عنه حاجه على فيرا. وده غلط يا جماعه، مفيش كده. يعني ممكن انتوا حتى مش عايزين الزمالك مش عايز يسافر بدري عشان ما يتحملش تكاليف الاقامه والسفر والكلام ده، والشركه الراعيه اللي هي هتعمل الماتشات او هتعمل البطوله هي اللي هتتحمل، والزمالك يسافر يوم 14 وانتوا عايزين تلغوا السفريه الاولانيه، يعني الزمالك ما يسافرش بدري، ما تلغوها، اقعدوا مع المدير الفني بتاعكم بتاع نادي الزمالك مستر فيرا في السر، مش لازم تقولوا للناس ان فيرا ده كذاب وفيرا ده بيقول حاجات مش عارف احنا ما اتفقناش عليها وهو بيتفق ليه ومش عارف ايه. يا جماعه لا، الراجل ده مدير فني بيمثل نادي الزمالك، ممكن يكون هو اتفق وما رجعش لمجلس الاداره، اقعدوا معاه كلموا حماده انور المدير الاداري، لكن ما تفضحوش الراجل كده وتطلعوه وتقول لك ده الراجل ده وتصغروه كمان مع الناس هناك في الامارات. يعني حتى لو انتم مش عايزين تلعبوا الماتشات، وانا ممكن اكون معاكم في النقطه دي ان انتم ما فيش فلوس 250,000 جنيه، طب ليه؟ طب ما نستنى 4 ايام وبعدين نسافر على حساب الشركه اللي عامله المعسكر ده، ماشي، ممكن يكون فكره مظبوط، ولكن ما ينفعش الزمالك يطلع ببيان رسمي يقول لك ده مستر فيرا احنا ما نعرفش ايه اللي بيقوله ده والماتشات دي احنا ما اتفقناش عليها وهو ما رجعش الاداره. لا، اقعدوا مع الراجل واتكلموا معاه بدون الاعلام ما يعرف، بدون ما تفضحوا الراجل، بدون ما تخلوا شكل الراجل وحش. فالراجل لما عرف كده وطلع بيان رسمي من نادي الزمالك ان احنا مش هنلعب الماتشات دي ومش مسافرين ومستر فيرا بيتفق ليه وهو ملوش دعوه ولازم يرجع لمجلس الاداره، الراجل زعل. والراجل برضه عايز اقول لكم استحمل كتير الفتره اللي فاتت. اي حد خلي بالكم يشتغل في نادي الزمالك بيواجه صعوبات كبيره، يعني من اي مدرب جه نادي الزمالك، وحتى ودايما المدربين المصريين كمان اكتر. يعني مثلا هتقولوا لي انت كنت فتره بتنتقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم، بننتقدهم مثلا ممكن من الناحيه الفنيه، لكن حسام حسن وابراهيم حسن في نادي الزمالك اتبهدلوا وتعبوا جدا. يعني خلي بالكم مش اي حد داخل نادي الزمالك يعرف يشتغل، لازم يبقى واحد بيحارب وبيعافر وبيتخانق وفي خلافات في المجلس وبيحل وناس ضده في المجلس ومش عارف الاعلام الدنيا داخل الزمالك يعني مش سهله. انا شفت الكلام ده لما كابتن حسن شحاته وكنت قريب جدا من اللي بيحصل في المطبخ داخل نادي الزمالك جوه، شفت مش سهله، حروب غير طبيعيه، ما فيش مدرب بيشتغل في نادي الزمالك مستريح، خلي بالكم بيتبهدل وعلى طول ما الناس ما بتوافقلوش على الحاجات اللي هو عايزها، في معارضه، المستحقات ما بتدفعش واللعيبه بتمسك في المدرب، يا كابتن انت قلت لنا مش عارف ايه، وهم بيبقوا مدين وعود. فيعني مش عارف، ما بيعرفوش يتعاملوا كمنظومه في نادي الزمالك. شوفوا انا بقول لكم انا من نادي الزمالك، هو بقول لكم ما بيعرفوش يتعاملوا كمنظومه. يعني المدير الفني ده اللي هو مستر فيرا وراجل اجنبي وراجل مسك نادي الزمالك في فتره صعبه جدا وثوره ومفيش كوره وخناقات واللعيبه ما بتاخدش فلوس واللعيبه بتغيب من التدريبات وماتشات بتتلغي وفرقه مش عارف ايه، كل ده الراجل موجود وبيستحمل وعايز يلعب وعايز يقدم حاجه لنادي الزمالك. فيرا ده مدير فني نادي الزمالك، يعني واحد منكم، واحد من نادي الزمالك، واحد من ضمن المنظومه. ما ينفعش حتى لو انتم مختلفين او في مشكله ما ينفعش تطلع في الاعلام وتطلعوا بيان رسمي والزمالك ملوش علاقه اللي بيقولوا فيرا والكلام ده. مش عارف، يعني بصراحه حاجه صعبه جدا، يعني حاجه بتضايقني. انا يعني دايما في الحاجات دي يعني تحس الناس مش قليلين الخبره، لا قليلين الحيله، ما بيعرفوش يفكروا، ما بيخدموش نفسهم، ما بيساعدوش ناديهم وهم المسؤولين عن النادي. فبصراحه حاجه تزعل. يعني ممكن انا بقول لكم انا مش مختلف مع اداره الزمالك في ان هم ممكن مش قادرين يسافروا بدري عشان ما يتحملوش 250,000 جنيه مثلا،
ماشي اوكي مفيش مشكله، بس ما تطلعش بقى في الاعلام ولا تطلع بيان رسمي وتقول ده فيرا مش عارف بيعمل كذا. كلموا مع الراجل واقعدوا وفهموه القصه. طب احنا مستر فيرا دلوقتي، مستر فيرا هيقول لهم يا جماعه طب انا عايز اعمل ماتشات، انا مش عارف اعمل ماتشات خارجيه. هيقول له يا مستر فيرا معلش اصل احنا مفيش فلوس. طب احنا بدل ما نسافر بدري ونتحمل 250,000 جنيه، طب ما نستنى اليوم 14 ونسافر على حساب الشركه الراعيه كده. دي تبقى الحاجات دي سريه. خلي بالكم في مشاكل كتير في كل الانديه، بس دايما نادي الزمالك مشاكله بره، واللي بيطلع المعلومه بيبقى من داخل نادي الزمالك، يعني مسؤول في الجهاز الفني، مسؤول في الاداره. ما بيعرفوش يتعاملوا مع بعض، ما بيعرفوش يخبوا على بعض، ما بيعرفوش يحموا بعض. كل واحد بيحاول يفرض نفوذه، كل واحد بيحاول يبين اللي هو الاقوى. ايه يا عم فيرا انت هتعمل فيها مدير فني؟ ده انا رئيس نادي الزمالك، ده انا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. ما ينفعش الكلام ده. نادي الزمالك نادي كبير جدا، وانا بزعل جدا لما بلاقي ناس بتمسك نادي الزمالك او بتدير نادي الزمالك اقل ان هم يديروا اي حاجه اصغر من كده بكتير. يعني ما عندهمش الخبره بتيجي من الممارسه وبتيجي من الوقت، لكن هم مش هتكلم ما عندهمش خبره، ما عندهمش كفاءه. والايام اثبتت ووضحت ان هم ما فيش حاجه خالص، ولا عارفين يديروا كره القدم، ولا عارفين يديروا الباسكت، ولا عارفين يديروا حتى الفرق البطله اللي هي زي الطايره واليد اللي كانوا ابطال افريقيا ولعبوا كاس عالم. خلاص الناس اتكلمت وانا هتكلم في النقطه دي. الاستاذ ممدوح عباس المنقذ مش عارف ايه. الناس انتخبت في نادي يعني عشان نكون صراحه كده على ميه بيضه ونجيبها لكم كده يعني من الاخر. الناس انتخبت الاستاذ ممدوح عباس مش عشان هو ادرجي، انتخبت الاستاذ ممدوح عباس عشان فلوسه، عشان هو هيقدر يخرج نادي الزمالك من المشاكل الماليه، عشان هو هيقدر يجيب صفقات، عشان هو هيقدر يدفع مش عارف ايه، عشان هو هيقدر من خلال مجلسه يعمل حاجه اسمها تنميه موارد، زي ما هو استاذ ممدوح ومجلسه اعلنوا قبل كده في الدعايه الانتخابيه، واحنا هنعمل تنميه موارد والزمالك ده اغنى نادي وسور النادي وهنعمل طفره انشائيه. الحاجات دي كلها ما اتحققتش. وبرضه انا مش عايز ابقى قاسي جدا، حد عذر ان الفتره اللي احنا فيها فتره صعبه بعد الثوره والاقتصاديا البلد كلها وقع وكل حاجه، لكن ما يكونش عندك اي حتى محاوله للتفكير، محاوله لحل مشكله. طب ما النادي الاهلي في نفس القصه. النادي الاهلي برضه مؤسسه في مصر وبرضه بتعاني من نفس المشاكل ومفيش فلوس ومش عارف. ناس بتعافر، ناس بتفكر، ناس بتخطط للمستقبل. واديت امثله قبل كده كتير جدا ازاي بيقدروا يخططوا للمستقبل، ازاي بيقدروا يجيبوا لعيبه، ازاي بيقدروا حتى يحسنوا علاقتهم مع الانديه الاخرى من خلال الالتزام بالمبالغ اللي هم اتفقوا عليها. يعني الاهلي لما يجي يتفق مثلا مع نادي امبي ان هو هيدفع 7-8 مليون ويمضي عقد عشان يشتري وليد سليمان، الاهلي بيدفع الفلوس حتى لو اتاخر ولسه في فلوس على النادي الاهلي نادي امبي، لكن في امبي واثقين ان الاهلي هيدفع، او الاهلي مزنوق دلوقتي لكن هيجي له فلوس فهيدفع. في سيستم، في منظومه، الناس بتفكر، الناس بتحب مصلحتها، بتحب مصلحه النادي الاهلي، بتجنب مصلحتها الشخصيه. ممكن يبقى في ناس برضو داخل النادي الاهلي عايزين مصلحتهم الشخصيه وعايزين كل حاجه، بس دايما بيحطوا النادي الاهلي الاول، عشان هم لما النادي الاهلي بيتفوق وبيكسب بطولات هم بالتالي وبالتبعيه بيبقوا برضو بيتفوقوا وبيكسبوا، سواء مكسب عام على النادي الاهلي ومكسب شخصي حتى لو مش مادي، بس بيبقى مكسب معنوي وتقديري. فمش عارف بصراحه الحل ايه في نادي الزمالك، انا مش عارف. وحتى يعني كل فتره الناس الاعضاء في نادي الزمالك بتزهق، تقول لك يا عم احنا يعني بيبقوا متحمسين لعوده مثلا الاستاذ ممدوح عباس، بيجي الاستاذ ممدوح عباس ومجلسه يوه هم هيمشوا امتى؟ ده ما عملوش حاجه، ده مش عارف ايه. المشكله في نادي الزمالك مش انا مش يعني قدام كده، يعني خلال 3-4 سنين خايف والله الزمالك يبقى نادي اقل من الانديه الطبيعيه. يعني خايف نادي الزمالك ما يبقاش هو نادي الزمالك، هيفضل طول عمره اسمه نادي الزمالك، النادي الكبير، النادي القوي، القطب الكبير جدا في الكره المصريه. بس خايف من الناس اللي مسؤوله عن نادي الزمالك تضيع نادي الزمالك خالص، ترجعه مثلا 20-30 سنه ورا، ويا ريته يرجع 20-30 سنه ورا. ان من 20-30 سنه ورا الزمالك كان نادي كبير ونادي مميز وفي مسؤولين عارفين حجم النادي اللي هم بيديروه. دلوقتي الامور ماشيه، يعني فرقه اليد بتفضى، فرقه الكوره هي هتفضى، فرقه الباسكت واقعه، فرقه الطايره بطل افريقيا ولعب كاس عالم برضه بيفضوا الفرقه. من النواحي الاجتماعيه في نادي الزمالك الامور بايظه، يعني كل حاجه مش مظبوطه.
ولسه الناس عايزه تنزل انتخابات، ولسه بيعملوا دعايه وبيفكروا ان هم ينزلوا انتخابات. طب انتوا ما عملتوش حاجه دلوقتي في النادي، هتعملوا ايه في الانتخابات اللي جايه؟ وايه البرنامج اللي انتوا هتقدموه لنادي الزمالك، او ايه اللي هتقنعوا بيه عضو نادي الزمالك عشان يديكوا صوته؟ فانا مش عارف. كل يوم خلي بالكم انا متضايق جدا من مجلس اداره نادي الزمالك، جدا من الحاجات اللي بتحصل دي جدا، واشخاص معينه مش كل المجلس يعني عشان تبقوا عارفين. لكن مش عارف ايه الحل برضه، يعني الواحد المفروض يحط حلول لكن مش عارف ايه الحل. الدنيا ماشيه كده وكل واحد داخل النادي ماشي بدماغه، ولا في سيستم ولا في نظام، وكل واحد البقاء للاقوى داخل مجلس اداره نادي الزمالك. طيب دي بالنسبه لقصه مستر فيرا. وانا يعني الراجل ليه حق يزعل بصراحه، يعني الراجل ليه حق يزعل من البيان اللي طلع ده ان الزمالك ملوش دعوه بيتفق معاه فيرا ومش عارف. وممكن الراجل خلي بالكم يعني في نفس الوقت عايز يساعد، شايف ان هو لما يتفق على ماتشين في الامارات والكلام ده ويعمل ماتشات وديه، اعتقد ان الامور برضه بالنسبه لمستر فيرا عايز يساعد وعايز يكون موجود وعايز الفرقه تجهز للفتره اللي جايه. لكن طبعا هو مش عارف هو بيتعامل مع مين في مجلس اداره نادي الزمالك يعني. عرفت برضه ان كابتن اسامه نبيه وكابتن حماده انور المدير الاداري وماركو راحوا لمستر فيرا فندق اقامته عشان يصالحوه ويرجعوه للتمرين ويهدوا شويه من روعه ويقول له يعني ما تزعلش، ويحاولوا يقربوا وجهات النظر بينه وبين مجلس اداره نادي الزمالك او بعض الاشخاص داخل مجلس اداره نادي الزمالك. طيب اسلام صادق جايب لي دكتور كمال درويش اللي كان يعني فترته برضه من ازهى عصور او فترات نادي الزمالك من خلال البطولات. دكتور كمال ازاي حضرتك؟ اهلا ازيك كابتن كريم؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب كل عام وانتم بخير. الله يخليك يا